كوبايه القهوه دي ب5 جنيه. عارفين بن السلطان اللي في دوران رضا اللي انت بتنزل له مشوار مخصوص عشان تاخد كوبايه قهوه مظبوطه تروق بيها يوم؟ اهو فتح لكم فرع جديد في ابو عطوه. عشان كده انا عامل لكم حته عرض مخصوص عشانكم من النهارده لمده يومين من ساعه نزول الفيديو، النهارده وبكره. القهوه التركي هتبقى ب5 جنيه، كمان كوبايه القهوه الفرنساوي هتبقى ب10 جنيه. تعالوا نشوف فرع بن السلطان اللي فاتح جديد في ابو عطوه هيبقى رايق ولا هنتضايق. يلا، على فكره هخليكم انتوا اللي تجربوا. هنوزع دلوقتي كوبايات قهوه على ناس في الشارع وهي بنفسها اللي هتقول رايق ولا هنتضايق. عامل ايه؟ تعال اركن على جنب بس هدوقك حاجه. دقيقه واحده مش هناخد وقتك. جاد الفضايح. بص دي قهوه من بن السلطان، دوقها دلوقتي وشوفها رايق ولا هنتضايق. بجد ما اتفقش. جامده قوي بجد والله العظيم، بس هي زياده سكر سيكه مش كده. مشكله السكر، بس البن ايه؟ اي حاجه منك حلوه حبيبي الله يصلح حالك. ماشي يا مدير، معلش عطلناك. مين تاني؟ بس اهو. عامل ايه؟ دوق دي وقول لي رايق ولا هنتضايق. لا رايق بجد؟ او ربنا. تمام. ده بن السلطان فاتح جديد في ابو عطوه، عارفه؟ عارف. عشاق القهوه هم اللي عارفين بن السلطان يعني ايه. من اول ما فتحوا فرعهم الرابع في اسماعيليه وهم ثابتين وجودهم ما شاء الله، لان ليهم 3 فروع في الشرقيه، ومش مبالغه فعلا ان في ناس بتنزل لهم مخصوص عشان تشرب عندهم كوبايه قهوه، لان سعرها معقول جدا ب15 جنيه. ده غير تحويجاتهم بانواع البن الكتير الفاتح والغامق، والسعر طبعا مش مبالغ فيه. تحويجاتهم المميزين بيها زي الهيل والقرنفل وزر الورد وورق اللورا وجوز الطيب. مكان بن السلطان الجديد الشارع الرئيسي في ابو عطوه، تقاطع شارع ابو شحاته. تنسوش بقى تسالوا على العرض بتاع منصور الكوبايه ب5 جنيه اللي عند بن السلطان. باذن الله هتعجبكم جدا القهوه دي. ما تنسوش تصلوا على النبي وتجربوا بن السلطان. استنوني في فيديوهات جديده. سلام.